السلام عليكم. جينا لزيارة المقابر أنا والأخ ديالي الصديق العزيز. سبحان الله، شوف نصيحة، كل واحد يدير قدام عينه أنه واحد النهار غادي يكون هنا. أي شخص يدير قدام عينه ديما أنه غادي يكون هنا ويوجد لهاد الدار هادي، ما يبنيش ويمشي ويخليها، يخلي الناس كيدابزوا عليها، يبني لهادي. هنا فين غيتحاسب، إلا توجد شي حاجة وجد لهاد المكان ديالك. شوف يعني دابا الناس بغيت غير نعرف شي واحد يتحاسب بلاصتك مع تكون هنا، ما يتحاسب شي واحد بلاصتك، انت اللي غادي تحاسب وانت اللي غادي تحاسبي. يعني انت اللي وجدي لهذا المكان هذا وانت اللي وجد لهذا المكان هذا، ما غادي ينفعك حتى شي واحد، راه ما غادي ينفعك لا باك لا امك لا اختك في الدنيا. اي الله عز وجل وصانا عليهم، ولكن في الاخره راه ما غادي ينفعك شي واحد، راه ما غادي ينفعك لا المال ديالك ولا الاعمال ديالك ولا الوظيفه ديالك ولا السميه ديالك. وما تنساش بلي اول ما يسقط من الميت من الانسان هي اسمه. راه ملي غتموت اول حاجه راه كيقول لك زيد فلان، كيقولوا زيدوا الميت. تفكر هذه، تيقولوا زيدوا الميت، زيدوا قربوا الجنازه. سميتك مشات بقات في الدنيا، هنا فين خصك توجد. وجدوا اخوتي لهذا المكان هذا، الله يجازيكم بخير. وجدوا لهذا المكان هذا اللي غتحاسبوا عليه يوم القيامه، ما تنفعكم حتى شي حاجه. لا اله وكان الا الله. وكان عثمان رضي الله عنه وأرضاه يأتي إلى المقابر ويبكي، فيقول له الصحابة: أتبكي على هذا؟ فيقول عثمان رضي الله عنه وأرضاه: إن كان هذا الأمر أوله فكيف يكون آخره؟ يعني إذا كان هذا هو الأمر في البداية ديالو، يعني في الوسط ديالو شنو كاين؟ ودابا لا سولنا الا جينا لهاد القبور هادو وبغينا نقلبوا على شكون الغني وشكون الفقير، راه ما كاينينش. هنا كنوليو سواسيه، هنا كتحط على التراب الغني والفقير كيتحط على التراب. ما كاينش هنا واحد اكثر من الاخر، ولكن كاين واحد فايت بواحد غير بتقوى الله عز وجل. راه هنا فين كاين الاختلاف، بتقوى الله عز وجل. راه ما كاينش الاختلاف بالاموال والقصور ولا، راه بحال راك سواسيه، انت تحاسب وهو غادي يتحاسب، ولكن تقوى الله هي اللي كتكون. لا اله الا الله محمد رسول الله. الله يجازيكم بخير. هذا هو المكان اللي خصكم توجدوا ليه وتبنيوا ليه وتعليوه. ما الدنيا فانيه.